مصر هي أقدم دولة شقت قناة صناعية في العالم، وربطت البحرين الأحمر والمتوسط بطريقة غير مباشرة عن طريق ربط خليج السويس بالفرع الشرقي للنيل في البحر المتوسط. وفي الفيديو ده هنشوف كل محاولات شق القناة عبر العصور من مصر القديمة لغاية النهاردة. قناة السويس عبر العصور. حكايتنا بتبدأ من عصر الدولة الوسطى وخصوصا الأسرة ال12. في عهد الملك سنوسرت الثالث كانت أول محاولة لشق القناة، وده لأن الملك سنوسرت الثالث اهتم بالتجارة اهتمام كبير جدا، علشان كده حفر قناة من البحر الأحمر للفرع الشرقي لنهر النيل، والقناة دي اتسمت بقناة سيزوستوريس، ودي كانت البداية. أما في عصر الدولة الحديثة وخصوصا في الأسرة ال18 كان في ملكة جميلة عهدها كله سلام، وهي الملكة حتشبسوت. اهتمت بالتجارة فأعادت حفر القناة، واللي ساعدتها إنها تعمل تجارة كبيرة مع بلاد بونت. وفي الأسرة ال19 اتولى الحكم الملك سيتي الأول، واللي كان عهده مشهور بالسلام والتجارة وخصوصا عن طريق النيل، فأعاد حفر القناة مرة تانية. وفي الفترة دي العلماء اختلفوا حول حفر القناة. أما في العصر الصاوي الأسرة 26 الملك نخاوي الثاني أعاد حفر القناة، وهنا هيرودوت قال إن العرافة قالت لنخاوي الثاني بأن القناة دي هتجلب ليك الأخطار وهتجلب ليك الخراب، وإن الأعداء هيجولك عن طريق القناة. فراح نخاوي الثاني ردم القناة بعد ما حفرها على طول. في العصر الفارسي في الأسرة 27 جه الملك داريوس أو دارا الأول وأعاد شق القناة، وحاول إنه يعالج الملاحة بالقناة علشان يقدر يبعت الضرايب والجزية المصرية لبلاد فارس، وفي لوحة من عهده موجودة في متحف السويس. أما في العصر اليوناني أو البطلمي فكان في 3 محاولات لشق القناة. المحاولة الأولى كانت في عهد الإسكندر الأكبر عشان يقدر ينقل سفنه الحربية، لكن المشروع ده توقف بوفاة الإسكندر الأكبر وكملوا بعده بطلميوس الثاني، ودي كانت المحاولة الثانية. والمحاولة الثالثة كانت في عهد الملكة كليوباترا السبعة في أواخر العصر البطلمي. أما في العصر الروماني فكان في محاولتين لإعادة شق القناة. المحاولة الأولى كانت في عهد الإمبراطور تراجان لما حب ينشط التجارة الرومانية ويأمن طرق المواصلات، والمحاولة الثانية كانت في عهد الإمبراطور هادريان. أما في العصر الإسلامي فحصلت مجاعة في الحجاز بسبب شدة الجوع وانتشار الفقر والمرض، وده كان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وتسمى بعام الرمادة، وده اللي خلى عمر بن الخطاب يبعت رسالة يطلب فيها استغاثة من عمرو بن العاص في مصر علشان يبعت له إمدادات بسبب الخيرات اللي موجودة في مصر. فأعاد عمرو بن العاص حفر القناة وتسمت بقناة أو خليج أمير المؤمنين، وأرسل الإمدادات من خلالها، وده كان في شهور قليلة. وفي العصر الحديث لما الحملة الفرنسية دخلت مصر، علماء الحملة عملوا دراسة لربط البحرين الأحمر والمتوسط بطريقة مباشرة، واللي هي قناة السويس، بس ما كملش المشروع بسبب خطأ علماء الحملة في حساب منسوب البحرين. ولما تعرضت فكرة القناة على محمد علي باشا رفض وقال جملته الشهيرة لا أريد بسفورا في مصر، لأنه كان عارف المخاطر اللي هتواجه مصر بعد حفر القناة. وفي عهد سعيد باشا عرض عليه المهندس الفرنسي ديليسيبس فكرة حفر القناة، ووافق سعيد باشا ومنحه عقدين امتياز لحفر القناة، وبالفعل اتحفرت قناة السويس واتعمل ليها افتتاح ضخم جدا في عهد الخديوي إسماعيل، وحضروا ملوك وملكات العالم واللي قدموا الميداليات والنياشين كهدايا للخديوي إسماعيل. وبكده أصبحت قناة السويس من أهم الممرات والطرق المائية في مصر، لغاية لما اتحفرت التفريعة الجديدة لقناة السويس في عهد الرئيس السيسي، واللي زودت من أهمية قناة السويس ووسعت النشاط التجاري. وبكده نكون حكينا حكاية أعظم قناة اتحفرت بداية من عصر الفراعنة لغاية وقتنا الحالي.